عمرة ب400 يورو من ميلانو إيطاليا. تفتكروا عاملة ازاي؟ في الفيديو ده هعرفكم على تفاصيل العمرة اللي ب400 يورو. أول حاجة ركبنا من ميلانو على ويز اير، وبما إنها عمرة اقتصادية يبقى طيران اقتصادي. متخيلين إن كان طالع معانا 3 رحلات، واحدة من مصر وواحدة من روما وواحدة من ميلان، ودي الأراضي المقدسة. أصلا نزولنا هناك لينا حالة خاصة كده، تحس إن أنت طاير. وهنا خلاص هناخد خدمة دخول للأراضي المقدسة. متخيلين إن داليا قاسم تقدر تطلعكم عمرة من أي دولة في العالم؟ اكتبوا لها بس على الرقم بتاعها على الواتساب وهي هترد عليكم بكل التفاصيل. وابتدينا نستلم الشنط، واول كلمه جت عيني عليها مرحبا بكم في جده. وبدات داليا بعدها توزع علينا الكروت اللي مكتوب فيها كل التفاصيل بتاعتنا وكل ارقام التواصل. وفكيت الريال يا جماعه. بتوزع عليكم حاجتين، الشال والكارت، لازم تلبسوهم كده بالظبط عشان بنعرف بعضينا بالشال والكارت. خلاص نقول باي باي للمطار ونبدأ بقى ناخد رحلتنا لمكة. اكترنا ما يعرفش تفاصيل العمرة ولا ازاي اركانها، فالشيخ احمد قال لنا على كل التفاصيل بتاعتها، وده المرشد معانا طول الرحلة. تخيلوا بقى ان ده برج الساعة، وهنا الفندق بتاعنا كان قريب جدا من برج الساعة على بعد خطوات، وكمان كان فيه اتوبيسات طول اليوم بتودي لحد هناك. احلى حاجة فرحتني ان الفوج اللي قبلنا حب يوجب معانا كده، لان بصراحة كنا رايحين ميتين من الجوع، ودي لقطة حلوة منهم قوي. ايوه يا جماعة، كان في فوج رايح قبلنا بيوم. بصراحة الفندق من جوه كان فيه كل حاجة، كل المحلات اللي انت هتحتاجها هتلاقيها في الفندق موجودة، من الأكل والشرب والهدايا وكمان اللبس وكمان العبايات. أخيرا وصلنا للغرفة بعد يوم تعب طول اليوم، فالغرفة كانت حلوة جدا وكانت فيها كل الخدمات. اتعرفت على ناس في الغرفة معايا أول مرة كنت أعرفهم، بس لحد النهاردة لسه بنتكلم، ودول من أطيب الناس اللي قابلتهم بصراحة. الحمام كان نظيف وكانت كل حاجة كويسة، وكان معانا ساعتين إن احنا نرتاح عشان هننزل دلوقتي نعمل العمرة بتاعتنا. وهنا كان بيوصف لنا احنا هنتقابل فين بالظبط. واحلى 2 شفتهم في العمرة بصراحة. وايوه كانت الحاجة جاية من مصر وابنها كان جاي من ايطاليا. نبدأ كده نقول لبيك اللهم لبيك، دي اول خطوة في الحرم. لازم تجربوا كل التفاصيل دي بنفسكم، لان قراءة الكلمة ديت احلى حاجة في حياتي، الى صحن المطاف. وهنا هتلاقي قلبك بينبض لوحده بطريقة اول مرة تحسها. النظرة هناك مختلفة، ليها رهبة مختلفة خالص. يا جماعة ربنا يملي عينيكم كلكم بالنظر إلى الكعبة. وأول دعوة ليكم وانتوا شايفين الكعبة مستجابة، ودي كانت أول دعوة ادعيها إن ربنا يشفي لي ماما. أول حاجة هتعملوها إن لازم تطوفوا 7 أشواط، والسبع أشواط لازم تكونوا متوضيين، واللي بينتقد وضوءه لازم يطلع ويتوضى ويرجع تاني. وهنا كنت قربت من الكعبة وقلت لازم اوريها لكم معايا. انصحكم نصيحة ان انتوا تكتبوا كل الدعوات اللي انتوا عايزين تقولوها في ورقة علشان تقرأوها، لان النظر للكعبة بيخليك تنسى اصلا اي دعوة. بعد ما بتخلص ال7 اشواط بتروح عند الصفا والمروة، وده كان جبل الصفا وحبيت اوريه لكم من قريب. وبعتذر لكم جدا عن صوتي لان انا صوتي وجعني بقالي فتره. ولازم تمشوا 7 اشواط، وهنا كان الشيخ احمد بيعلمنا الدعاء، وانا قلت لكم هو الدليل بتاعنا طول الرحله. واول ما بنيجي عند الخطوط الخضراء الرجاله لازم تجري. بعد ما بنخلص الاشواط كده خلاص قربنا نخلص العمره، بس فاضل الشرط الاخير، وهو ان احنا نقصر من الشعر او نحلق الشعر للرجاله. تاني يوم قلنا هنتغدى كلنا مع بعض سمك. كل واحد اختار السمك اللي بيحبها وطريقة الشوي اللي بيحبه، وهنا اخترت السمكة دي واخترت ان انا اشويها سنجاري، والريالات بتطلع على طول، يعني بصوا انتوا بتفكوا تطلع في ثانية. بس فعلا الاكل كان حلو جدا. نخلص الاكل نطلع بقى على الشوبينج علشان لازم نجيب الهدايا. وهنا كان ده احلى مكان تجيبي منه هدايا. انا لفيت اماكن كتير وده كان احسن واحد فيهم، اسمه ابراج التخفيضات. كان فيه موجود كل حاجة، البخور، وانصحكم جدا انكم تجيبوا البخور من هناك من السعودية لان ريحته تحفة. وكان فيه كمان الباكج كده على بعضه، فانتوا ممكن تجيبوها للهدايا، هتبقى بسيطة وسهلة وهدية قيمة بصراحة. حتى كمان باكيتات الحنة كانت موجودة وكتير، وكانت ديت عاملة 60 ريال. والمصحف بالسجادة كان برضو موجود، الكبير والصغير، فانتوا لو محتاجين انكم تجيبوا مصاحف فدي هدية حلوة قوي. ودي كانت سجادة لطيفة ممكن تاخديها في الحرم. فاطمة علام هتروح السعودية من غير ما تعرفكم ايه التخفيضات اللي هناك؟ ما بقاش فاطمة علام يا جماعة، ولا تبقى دي صفحة كل يوم في ميلانو. لفت نظري قوي ان الحلل وكل الحاجات اللي عندهم رخيصة جدا فوق ما انتم متخيلين. يعني شايفين كل المجات وكل الفراجيل دي كان سعرها حاجة بسيطة خالص. حبيت قوي اجيب هدية شبه ديت لحد
حد وماما كانت بتختار معايا. هنا كنت بصور لها انهي واحد فيهم احلى علشان اجيبه، وهي اختارت الاسود وقالت لي ده هيكون اشيك بكتير. رحت بقى محلات اللبس، وما اقولكوش يا جماعه محلات اللبس هناك وحشه 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 قوي قوي فوق ما انتم متخيلين. المحل ده كان خامته الحمد لله يعني، بس انصحكم ما تجيبوش لبس من هناك. وهنا ماما اختارت معايا كمان السجادة دي واللون ده، وكانت بتقولي اكتبي عليها اسم الشخص، وانا قلت لها لا مش هنكتب كده، احنا هنكتب ام زياد. وهنا بقى اخويا طلب مني طلب غريب. لما سألته هجيب لك ايه هدية، قال لي انا عايز حاجة تفكرني بالصلاة، وما لقيتش حاجة احلى من دي، وهعمل لكم عنها ريفيو على فكرة. كنا لازم نروح ننام علشان تاني يوم عندنا مهمة اصعب من الايام اللي فاتت. كنا هنعمل المزارات وهنروح نزور كل الاماكن وحتى كمان جبل عرفات، واستعدينا كلنا ان احنا خلاص رايحين. وهنا بنكلمكم من جبل عرفات، وبالاخص من جبل الرحمة. والشيخ احمد هنا قال لنا على كل التفاصيل اللي كنا المفروض نعرفها عن جبل عرفات، وحكى لنا كمان عن تفاصيل الحج وازاي الحجاج بيعملوا ايه في اليوم الاول والتاني والتالت، وحكى لنا كل التفاصيل. وبدأنا نروح كلنا بقى نتفرج من بعيد، هم حاطين سور بس احنا كنا بنروح لأقرب نقطة. وهنا داليا قاسم، باي باي. شفنا كمان كل تفاصيل يوم الحج، وقال لنا كمان على كل المزارات الموجودة ورحنا زرناها. وكل الصلوات يا جماعة كنا بنصليها في الحرم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهنا حبيت اعمل وقف في الحرم لماما ان هو ربنا يشفيها، بس الحمد لله مامتي توفت في نفس اليوم وانا في العمرة، وانا حابة ان كلكم تدعوا لها بالرحمة. انا ما كملتش بقية رحلتي دي، كانت اخر يوم ليا في العمرة، كان لسه فاضل 3 ايام لان كنا المفروض نروح نعمل زيارة للمدينة، بس انا نزلت في نفس اليوم بسبب الظروف اللي حصلت لي. يا ريت كلكم تدعوا لمامتي بالرحمة. ودي كانت اخر تمراية ليا في مكة، ودي الرحلة اللي هتحصل ان شاء الله في سبتمبر. الحقوا احجزوا مع داليا قاسم، اكتبوا لي كلمة تفاصيل وهبعت لكم كل تفاصيل داليا قاسم.